عشان بس الفيديو ما يطولش عليكم. لو كده هنزل لكم بالتفاصيل بتاعتها لوحدها. انا مقطعه الخضار بتاعنا ومقطعه البطاطس ومجهزه البهارات. كل اللي هنعمله يا جماعه ادي كده البطاطس بتاعتنا هننزلها في القالب بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. عندنا الخضار كمان بصوا هي سهله جدا وبسيطه واي حد يعني يقدر يعملها. عندنا الخضار فلفل اخضر، فلفل الوان اصفر واحمر. ماشي. وقطعت كمان جزر وقطعت طماطم، بس هنخلي يعني جزء من الطماطم للاخر. تمام. والبصل بتاعنا الجوليان. ماشي. هنحط المكونات بتاعتنا كده وهننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. فلفل اسود، ملح، كزبره، بهارات لحمه. تمام. توم باودر وبصل باودر وبابريكا. هننزل بيهم كلهم كده. ماشي يا بنات. ونقلبهم مع بعض. انا عارفه هي الطريقه دي عشوائيه جدا، بس الفكره اني بتاخدي فعلا ألذ بطاطس ممكن تاكليها. انتي كده بتقلبي المكونات مع بعضها وبنزود طبعا. هنحط دلوقتي الزيت بتاعنا. ماشي. الماده الدهنيه بتاعتنا وما بتحطيش كتير. ماشي. احنا بنقلبهم. انا سبت شويه طماطم بعد ما نرص الكفته في قلب الصينيه القالب بتاعنا. هننزل بقى هننزل بالزيت والكفته. انا كده نزلت بالزيت. هحاول كده اسويهم. انتوا لو حابين تسيبوها متبله فتره هتبقى جميله جدا وهتديكي طبعا طعم احلى. ماشي. انا لما بكون مش مستعجله على الاكل بسيبها تتبل براحتي. على فكره الطريقه دي تنفع مع الفراخ، تنفع مع الكفته، تنفع مع اي حاجه انتوا عايزينها. تمام. انا كده هنزل بالكفته بتاعتنا زي ما انتم شايفين. انا عاملاها كور صغيره. ماشي. هتحطيها بطريقه عشوائيه عادي جدا. ممكن تحمروها يا بنات وممكن تسيبوها، في الحالتين بتدي نفس الطعم. سريعا كده اقول لكم على الكفته واحنا بنعملها. دلوقتي انا عجينه الكفته طبعا اللحمه بتاعتنا بتكون فيها نسبه دسم عشان تدي طعم الكفته لذيذ. بعد كده بحط عليها بشره بصلايه. تمام. وملح وفلفل اسود وثوم باودر وبصل باودر وبهارات لحمه طبعا. وعندنا شويه كمون صغيرين وشويه كزبره صغيرين، ولو حابه تضيفي انت اي مكونات تانية تضيفيها. تمام. ادي كده رصينا كده الصينيه بتاعتنا. وهنجيب بقيه شرايح الطماطم اللي احنا كنا سايبينهم لوحدهم هنحطها عليهم. وبعد كده هندخلها الفرن. واستنوني برضو اوريكم شكلها النهائي اول ما تطلع من الفرن. هرش رشه ملح بس بسيطه ورشه فلفل. واستنونا اول ما تطلع من الفرن هوريكم شكلها النهائي عامل ازاي.